عندي خواطر رياضيه اولمبيه بس قبل ما نبتدي عايزين بس كلنا نتشارك مع بعض ان احنا نحاول ننسى اللي حصل امبارح. فماتش 6-0 ده ما حصلش، نعمل حاله نسيان جماعي. ولو حد في الكومنتس حتى قال بقى اقتراحات تحليلات، انا هقول له ماتش ايه اللي بتتكلم عليه. خلاص اتفقنا، انا مش عارف تتكلموا عن ايه. طيب نبتدي بالخواطر الرياضيه. انا بالنسبه لي الرياضه كانت بتبتدي بحصه زمان على ايامي كان اسمها الالعاب، هي النهارده اسمها بي اي، على ايامي كان اسمها الالعاب. ومن اسمها كده العاب يعني لعب. يعني احنا مش ناقصين لعب، احنا جايين نتعلم، مش جايين نلعب. فدايما الحصه دي ما شفناهاش، دايما كان بيسطوا عليها يا مدرسة الفرنساوي تقول لنا فيرب اتر بيتصرف ازاي، يا اما مدرس الجغرافيا بيكلمنا عن مصبات نهر الامازون ولا مش فاكر، ونيجيريا والمطاط وحاجات كده. فما شفناهاش. ده بالنسبه للاهتمامات الرياضيه. وبالمناسبه عايز اقول لكم حاجه، يعني احنا اول جيل انا راح شاف ولاده في التمرين. يعني آه، الجنريشن بتاعي انا اهاليه ما كانوش يعرفوا هو بيلعب ايه اصلا او بيتمرن فين او بيعمل ايه. ودي دي من الكباتن، حتى بيقول لك إن اول ابهات يخشوا يشوفوا اولادهم بيتمرنوا فين او يتشافوا اصلا في حديقة الالعاب ويمرجحوا كان الجيل بتاعي انا لاولادهم. فاحنا اهالينا فجاه كده يكتشف ان ابنه بيلعب تايكوندو، بنته اصلا في الووتر باليه من 10 سنين وخدت ميداليه. ما يعرفوش، ما كانوش يعرفوا. وده الجيل كله كان كده، يعني انت يعني هو ما اعرفش ليه بالظبط يعني، بس جايين جيت اهالينا احنا بقى اللي ابتدى يخش يشوف اولاده بقى بيعملوا ايه وايه النظام. طيب بالنسبه للرياضه، فطبعا الاهالي بيحبوا يدخلوا اولادهم كوره، معروف ليه؟ عشان تطلع زي محمد صلاح وتصرف علينا وعلى اللي خلفونا وخلاص، ونعيش بقى ايه، في عيشه ملبن. دي معروفه. وعايز اقول لكم حاجه، ان بالنسبه برضه للطبقات اللي هي الاي والبي، كان بالنسبه لهم الكوره دي لعبه بيئه. يعني هم يلعبوا بقى ووتر بولو، يلعبوا تنس، يركبوا خيل، يلعبوا شيش. الكوره دي كانت لعبه بيئه لحد مش محمد صلاح، لحد احمد حسام ميدو. اللي دي والاكاديميز والكلام ده كله ده طالع من ميدو ومحمد زيدان، وطبعا بعد كده بقى محمد صلاح. بس ما كانتش حاجه كومن قوي كمان انك انت تلاقي ان الاي بي كلاس بيروحوا الاستاد، دي مش موجوده. انا كنت بروح الاستاد بالتذكره المجمعه، يعني كانت قصه كده طويله، ما كانش في كراسي، يعني كانت قصه كده مش مهم يعني. طيب وفي اهالي بيدخلوا عيالهم الرياضه معينه عشان هو ما عرفش يحقق نفسه فيها، فهو شايف ان ابنه او بنته ده امتداد لحلمه. يعني هي كان نفسها تطلع باليرينا، ما عرفتش، فتطلع تدخل بنتها باليه غصب عنها، وبنتها بتكره الباليه. هي بنتها بتكره الباليه، هي بتسمع عصام صاصه، هي حره يا ستي، انت هتسمع تخش الباليه وتسمعي وكسرت البندق وبحيره البجعه. هي بتحب الكلام ده؟ لا. طب احنا مالنا، هي مالها؟ وفي واحد تاني كان نفسه يلعب يبقى بطل تنس، فيدخل ابنه تنس ويرهبه ويضربه وهتلعب يا عم. مش عايز العب تنس، انا كنت هبقى بطل تنس لولا جالي رباط صليبي. انا مالي انا ورباط صليبي ايه والحكم مين واتخانقت؟ انا مالي، هو ماله ايه العلاقه دي؟ وفي اهالي بتعمل ارهاب لعيالها. يعني انا شفت بنت طالعه من حمام السباحه عندها 8 سنين، امها لطشتها بالقلم. تشتري بالقلم ليه؟ ليه يعني بنت عندها 8 سنين بتتلطش بالقلم ليه؟ وهل اللطش بالقلم ده هيطلع منها مثلا فريده عثمان؟ هيطلع منها رانيا علواني؟ هيطلع منها ايه؟ البنت اتلطشت بالقلم قدام الناس كلها، بنت 8 سنين، بتعملي فيها كده ليه؟ وفي اهالي بالنسبه لهم ان هو طالما ان انا جبت للولد بيرسونال ترينر، وجبت له الفانيلا الاوريجينال ولا التيشيرت الاوريجينال بتاعت ارسنال ولا بتاعت محمد صلاح، واشتركت له في الاكاديمي، ده تمام. لا، لا، انا بشوف عيال بيجيبوا جون ويروحوا يحضنوا الناني. مع احترامنا للناني، الناني مش وظيفتها ان هي تحضن بتاع. وفي بنات مثلا في الباليه المائي ولا السينكرونايز سويمنج وبتاع، بتعمل حركه وتقول للناني شوف انا عملت ايه. لا، دي وظيفه ماما او بابا، مش وظيفه ناني. يعني لا، ده انت كده مش هتطلع حاجه. وفي اهالي بصراحه تفضل ورا عيالها. يعني ابو، يعني لو في فيلم يتعمل على ابو محمد صلاح، مش محمد صلاح، ابو محمد صلاح اللي فضل ورا ابنه ويدفع له ويعمل له ويزقه ويقومه ويلا يا ابني وبتاع. وفي اهالي كتير من كده بنشوفناهم في الالعاب الاولمبيه الدي واللي فاتت واللي فاتت، بيفضلوا ورا اولادهم وبيساندوهم وبيساعدوهم وبيخلوهم يوفقوا ما بين الدراسه وما بين الرياضه. فدي اهالي تشكر.
يعني بجد هو ده المطلوب من حضرتك، مش مطلوب من حضرتك انك انت لا تلطش له بالقلم ولا تخليه يكمل حلمك ولا تجيب له التيشيرت الاصلي اللي مش عارف بكام اللي غاليه دي وخلاص ويروح يحضن. مش عارف ليه، ليه يا حبيبي؟ ولا ترهبه ولا تشتمه يعني ولا يكمل لك حلمك. وحصه البي اي دي انا بالتالي بطل مدرس الجغرافيا يسطوا عليها، يعني اعتقد ما فيش جغرافيا دلوقتي ولا ايه، ما اعرفش ايه اللي بيحصل دلوقتي وبتاع. طيب ده بالنسبه للخواطر الرياضه بشكل عام اللي انا ملاحظها. في بقى دي بقى خواطر اولمبيه لرياضات معينه، في رياضات كده شكلها سهل بس هي مش سهله. يعني مثلا السباحه التوقيعيه او الباليه المائي او السنكرونات سويمنج، هي تبدو ان هي حاجه بناويتي وفرافيري وبتاع، دي صعبه صعبه جدا. انا عمال اتخيل ان هي تدريبها، يعني انت في الكوره تعبت بتاخد نفسك، البنت اللي تحت الميه خدت نفسها هتغرق ما ينفعش تاخد نفسها. تاني حاجه هي تمرينها كله هي بالمقلوب، واقفه بالمقلوب وراسها تحت الميه وبتزق واحده لفوق زميلتها في البتاع، وزميلتها دي ممكن تنزل على دماغها تفطسها، وفي نفس الوقت في سامعه مزيكا وواحده ست مدربه عماله تعمل تين 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 عشان تمشي على الايقاع وتطلع فاهم الست برضو تقعد تزعق فيها فتنزل. صيف شتاء ايه ده؟ ايه الجنان ده؟ دي ايه ده؟ ليه كده؟ يعني اللعبه قاسيه جدا، هي تبدو ان هي لعبه كتاكيتي بنويتي بس هي لا، هي لعبه قاسيه فاهم. زي مثلا لعبه الدايفنج. الدايفنج ده عباره عن انك انت بتطلع سلم تنزل تطش في الميه، المدرب يزعق لك تطلع تاني تطش في الميه، وبعدين انت ممكن تتخبط في بوز. يعني دايما الدايفرز دول الغطاسين دول، ما هو لازم يخبط في البوز يعني ازاي يا جماعه؟ إيه اللعبه دي؟ وبعدين هي كلها على بعضها ثواني. يعني انا نفسي ما بحبش انا اللعب اللي هي بتخلص في ثانيه دي، اللي هي زي الشيش كده خلصنا. لا ما بحبهاش دي. الدايفنج انت فاهم بتقعد تتدرب سنين عشان كام ثانيه، دي قاسيه جدا انك انت ممكن كل حاجه تخلص زي الجمباز تك 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 تك. ما هو طبيعي انك انت تنزل على دماغك. في حاجه يعني العاب تبدو سهله لكن هي صعبه، زي مثلا كره الريشه. يعني الريشه مش زي التنس، التنس انت شايف التنس طبعا صعب بس انت شايف كوره دي ريشه، ريشه في هوا يعني تيجي تعملها يعني هتهقك كده. ففي العاب قد تبدو سهله بس هي مش سهله، يعني مش عمال تفكر في التمرين بتاعها ازاي، التمرين بتاعها قاسي جدا او وصعب. مش سهل. في بقى لعبه بقى بس في دي بقى في الالعاب الاولمبيه دي بشوفها عباره عن واحد بيروحوا رابين حته حجره كده جرانيت كده ولا حته رخامه كده، اللي يزحلقوها على التلج وناس قدامهم بفرشه يقعدوا يعملوا قدامها كده يلمعوا قدامها وبتاع. ايه اللعبه دي؟ وليه في بني ادم بيلعبها واللي فكر فيها اول مره فكر فيها ازاي؟ يعني هو كان معاه مثلا حوض مطبخ رخامه مطبخ فوقعت منه على التلج فاتزحلقت يعني ازاي وليه وايه إيه الجنان ده؟ بس بشكل عام الرياضه مهمه جدا، والاهالي فعلا لازم تحرص على الرياضه، ولازم المدارس تحرص، يعني لازم المدارس تبقى بموضوع الرياضه. وهو يا جماعه الموضوع لازم له نظام، مش بالحب، مش بالعك عك ربك يفك، مش هيحصل مش هتنجح. احنا النجاحات اللي عندنا فلاتات، هنا جوده، فريده عثمان، كرم جابر، حاجات كده فاهم فلاتات فلاتات بتحصل. لكن انت عشان يبقى عندك لازم يبقى عندك سيستم بادي من المدرسه وبادي من الاهالي. ما تدخلش عيالك رياضه ما بيحبوهاش، مش هينجحوا فيها مهما عملوا، مش هينجحوا فيها استحاله. وبالارهاب والشتايم وقله الادب يقول لك هنطلعهم رجال. يا عم رجاله ايه يا عم؟ وانت لما تشتم الواد تقول له يلا يا مش عارف ايه هيجيب جون؟ مش هيجيب جون، مش هيجيب جون. في اول فرصه هيمشي ويسيبها لك، وهيمشي ويسيبها لك. بس فدي كانت الخواطر الرياضيه الاولمبيه. وكمان مره يا ريت ما نفتكرش اللي حصل امبارح. وعايز اقول لكم حاجه بالمناسبه، هو اللي حصل امبارح ده انجاز. انا عارف النتيجه انجاز، انك انت تتغلب سته وانك توصل للمربع الذهبي ده كان انجاز. بس طبعا ده هيشيل ده وده هيكنسل ده. بس فقولوا لي ايه تاني رياضه انتوا شايفينها تبدو سهله لكن هي تمرينها صعب جدا؟